ورجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبنستقبل دلوقتي ضيفتنا ندى الهمشري خبيره الاروما ثيرابي، وهنتكلم عن كيفيه الاهتمام بالبشره والشعر. زي ما قلنا في بدايه حلقتنا النهارده ان فتره الشتاء بيكون فيها احيانا جفاف في البشره او جفاف في الشعر، وفي مشكلات كتيره بتواجهنا. فهل الحقيقه ممكن من خلال الخامات الطبيعيه نواجه المشاكل دي؟ ولازم يبقى عندنا زي ما قلنا روتين كده يومي نحافظ بيه على بشرتنا وعلى شعرنا. كل ده هنساله حالا لندى. مرحبا بيكي يا ندى، وكل سنه طيبه، الاول سنه جديده عليكي يا رب، وان شاء الله وكده سنه لطيفه باذن الله يا رب علينا جميعا ان شاء الله. طيب خليني اقول لك في البدايه ان فتره الشتاء الحقيقه في مشاكل كتيره جدا. موسم يعني موسم الاهتمام بيبدا، ويعني اذا كانت مشاكل الصيف الجفاف، مشاكل الشتاء مشاكل من نوع تاني برضو. يعني اولها برضو ان الناس مش بتشرب ميه كتير، ودي عامل من العوامل اللي ممكن تاثر على البشره والشعر، لكن طبعا في عوامل تانية كتير. فقولوا لنا كده في البدايه ايه الاروما ثيرابي وازاي بنستخدمها في الاهتمام ببشرتنا وشعرنا. الاروما ثيرابي ببساطه هو علم العلاج بالزيوت العطريه، وهو اقسام كتير جدا، بس انا متخصصه في القسم التجميلي الخارجي، هو ده اللي انا متخصصه فيه. فالقسم بتاع العلاج بالزيوت العطريه بنقدر نستخدمه للبشره وللشعر وللجسم كمان، ولاي مشكله تجميليه. ولاي مشكله تجميليه. خليني اقول لك انه العلم ده يعني بقاله فتره كده فيه اهتمام. صفحات السوشيال ميديا الخاصه ببنات والسيدات بتلاقي كتير قوي الناس بقى عندها خبره بيه وفاهمه، لان هو عالميا اصلا حتى اكبر الشركات العالميه لمستحضرات التجميل ابتدت تبقى تعمل لنفسها لاين المواد الفعاله اللي فيه طبيعيه، وبيكون كمان اسعاره اغلى بكتير من طبعا المنتج الاساسي بتاع الشركه. فاصلا يعني اتجاه عالمي ان بنرجع للطبيعه في كل حاجه بنستخدمها لنفسنا، لان يعني ده اتجاه عالمي، فده الصح اللي احنا المفروض نمشي عليه. ودي حاجه كويسه الحقيقه انه احنا اكيد. نلجا لحاجات طبيعيه يعني ولان مهما الماده كان. الفعاله، فانا بما ان انا عندي المنتج ده غالي جدا عشان في ماده فعاله مثلا زبده شيا او زيت جوز هند او زيت جوجوبا. طب ما انا عندي الزيوت دي اقدر اجيبها، بس المهم من مكان موثوق فيه عشان تكون زيوت خام مظبوطه، فهاخد نتائج اعلى بكتير من المنتج على فكره الغالي. وده يعني ان شاء الله اللي هنفهمه منك حاليا. ان شاء الله. قولي الاول يا ندى، ايه اهم المشاكل اللي ممكن تواجه البنات في الصيف والشتاء وازاي نواجهها؟ لا مثلا في الشتاء خلينا احنا في الشتاء، فبما ان احنا في الشتاء فالمشاكل جفاف البشره، وجفاف البشره مشكلته ان هو مش جفاف بس. اهمال جفاف البشره وان احنا ما نرطبش مظبوط ده بيسبب لنا تجاعيد اللي كلنا بنحاول نتفاداها، وكمان بيسبب لنا حبوب، وبيسبب غمقان وبقع بنقعد نعالج فيها وقت طويل جدا. فكل مشكله من مشاكل جفاف البشره للاسف لو اهملناها بتخلينا نخش بقى في روتين طويل وشهور طويله نعالج من فيها، رغم ان احنا ممكن من الاول خالص نعمل حاجات بسيطه جدا تفادينا كل المشاكل دي، ونطلع من الشتاء وشنا منور مش تعبان خالص. يا ريت والله كل البنات يعني والسيدات دلوقتي هيجمعوا كده قدامك ويشوفوا يعملوا طب ايه. يجيبوا ورقه وقلم عشان هنقول ورقه وقلم ست كله واكتبي وراه. وصفه جوكر عشانك يا هبه. الوصفه دي اتفضلي. هتعمل ترطيب عميق، وكمان تملى التجاعيد، وكمان بتفتح وتوحد لون البشره. حلم اي بنت في الكوكب وحاجات طبيعيه ومناسبه لكل انواع البشره. حلو. طب هم شايفينك دلوقتي، ويا ريت ان شاء الله ندى نعرف كده الوصفه دي لانها بجد مفيده جدا. هو اللي انا عارفاه منك انها الحمد لله جابت نتائج كويسه، جايبه نتائج عاليه جدا، فيا ريت البنات يعملوها. يلا. زبده شيا خام. زبده شيا خام، وبنحط معاها زبده كاكاو خام، بس زبده كاكاو من مش بتاعه الشفايف اللي فيها فازلين. زبده كاكاو بتلاقيها ناشفه جدا عشان تعرفي ان هي مظبوطه وخام مش مخلوطه باي حاجه، بتلاقيها قوامها ناشف صيف وشتاء. بتطلعيها بضفرك او بحاجه حاده عشان تعرفي تطلعيها، وبتدوب على طول بين ايديكي. تاني حاجه بنحط زيت بابونج، زيت فول سوداني، زيت جليسرين نباتي. وزيت الجليسرين النباتي برضو في اختبار بسيط بنعمله عشان نعرف ان هو زيت مظبوط. اولا بيكون قوامه لزج جدا، وهو لزج سريع الامتصاص، عشان عارفه الناس كتير قوي ما بتحبش تستخدم الجليسرين تقول بيلزق. لا، ده البترولي، او بيكون الزيت مش مظبوط. الزيت النباتي المستخلص بشكل نباتي كامل بيكون سريع الامتصاص جدا على الجلد، عشان كده هو بيكون فعال جدا في ملء التجاعيد. تمام. وده الحقيقه يعني الحاجات الخامات دي كلها انا فهمت منك كده اللي هي اماكن موثوق فيها بنشتريها منها. عشان نجيب النتيجه اللي احنا مستنيينها او بنسمع عنها. بنسمع عن النتائج العاليه بتاعتها. بس للاسف في ناس بتروح تجيب خامات مش كويسه، فلما بتيجي تجرب البلند ده ما بتلاقيش نفس النتائج عشان الخامه الاساسيه مش كويسه. واهم حاجه واحنا بنعمل اي بنسب بقى ولا تتحط ازاي؟ يعني هنحط معلقتين كبار من زبده الشيا،
وعليهم معلقه من زبده الكاكاو، والزيوت هنحط معلقه صغننه 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 من من كل زيت. حاجه بدون. بس كده. اهم حاجه نخلطهم على البارد، ما نعرضش اي زيوت طبيعيه للحراره، لان المواد المضاده للاكسده اللي جواها اللي انا محتاجاها تفيد بشرتي هتتحول لمواد مؤكسده يعني تضر بشرتي، ولو انا سخنتها على الحراره. وعموما المواد الطبيعيه حتى زبده الشيا هتلاقيها يا هبه ناشفه شويه، مجرد ما تعمليها كده هتلاقيها دابت خالص، فهي مش محتاجه حراره خالص عشان انا ادوبها. دي وصفه للبشره ونقدر نستخدمها للوش وللجسم كمان. والله يعني نتمنى بجد البنات تكون كده كتبت وراكي يا ندى، واعتقد انها خامات برضو بسيطه، يعني خامات بسيطه واي حد ممكن يجيبها، والخامات لو خام بتقعد معاها وقت طويل، لان حاجه بسيطه تحطها في علبه مقفوله وتحطها في الثلاجه ما تسيبهاش بره. الزيوت تتحط لانها زيوت طبيعيه، فتتحط في الثلاجه. وكمان وصفه حلوه قوي لكعب الرجلين بمكونين بس. طيب يعني كل عروسه بقى كل بنوته كده عايزه تهتم بنفسها عشان الشتاء الموضوع كعب الرجل ده، كعب الرجل هنقول وصفه وطريقه لو عملناهم مظبوط هيجيبوا نتائج هايله من اول اسبوع. ودي والله بصي نظافه شخصيه، شكل كويس، وبتفرق في نفسيتنا، تخلي نفسيتها كويسه. برافو عليك. بتفرق في الحاله النفسيه حقيقي يعني جداً. الحاجات اللي هي فيها الاهتمام ده بجد بتخلي البنوته كده او السيده حاسه انها مهتميه بنفسها برضو، باي حاجه ممكن تبقى مضايقاها يعني. اكيد بينعكس علينا جدا. اتفضلي. زبده شيا عاجي خام، وهنحط عليه زبده شيا عاجي خام عشان في صفرة وفي عاجي، فزبده شيا عاجي خام، وبنحط عليها الجليسرين النباتي اللي لسه متكلمين عنه اللي حضرتك اتكلمتي عليه. بس بنحطها معلقه قصاد معلقه، معلقه ومعلقه، معلقه كبيره قصادها معلقه كبيره كويس. اخلطهم كويس جدا بايدي، وبعد كده بحط كميه حلوه على كعب القدم، والف بستريتش المطبخ او كيس بلاستيك. بنسمع احنا عن اللفه دي. وبعديها عشان البنات يقولوا لي ايه، طب انا هفضل قاعده، لا ما تقعديش، انت هتلفيها وبعد كده هتلبسي الشراب وانطلقي عيشي حياتك باللفه دي مع بس على الاقل من 2 ل4 ساعات. تعمل اللف ده مره يوميا، ونفس الخلطه اللي احنا عملناها اللي هي زبده الشيا العاجي مع الجليسرين هترطب بيها بمساج لرجليها من 2 ل 3 كل يوم. خلال اسبوع هتنسى اي تشققات، وبالعكس هتلاقي رجليها كمان وردت، لان مع المساج هو هينشط الدوره الدمويه، فهتلاقي كعب الرجل اصلا لوحده بقى لونه جميل جدا. ده حلو قوي. عايزه اقول لك البنات كتير لما بنروح مراكز التجميل او حاجه زي كده فطبعا بيحطوا بعض المواد كده اللي بتدي لون روز علشان يبقى كعب الرجل شكله لا ده هيبقى لونه روز بشكل طبيعي من العنايه المظبوط اللي احنا بنعمله، حاجات بسيطه مكونين بس مش حاجه دي حاجه كويسه والله. يعني فكره انها تلاقي نفسها شكلها كويس دي حاجه كويسه. يعني ممكن حد يقول لك يعني هم بيتكلموا في كعب الرجل ولا بيتكلموا في بشره ولا بالعكس، دي من الحاجات اللي تخلي نفسيه اي حد مبسوط وراضي عن شكله. يعني هو اساسيات، هو ربنا منحنا جسمنا ده نعمه ربنا وهبه لنا امانه، أيوة فالمفروض ان احنا نحافظ عليه زي ما بنحافظ على روحنا وبنحافظ على نفسنا داخليا بالصلاه واخلاقنا كويسه، لازم نحافظ كمان على نعمه شكلنا نعمه ربنا. يعني ربنا يكرمك. وحقيقه ندى دي حاجه مهمه جدا، واللي عاجبني فيكي اكتر حاجه الحقيقه انك انت دارسه الموضوع كويس قوي، مش بنتكلم بشكل يعني اللي هو ايوه بالظبط انت فهمتي قصدي، لكن احنا بنتكلم بشكل علمي، وانه في مواد معينه بتتحط بشكل علمي بنسب معينه. ويمكن انت قلتي لي ده لان دي نقطه مهمه برضو عايزين نوصلها للناس، انك درستي ده علميا، مش انك انت بتشتغلي في مركز تجميل او حاجه زي كده، لكن انت مع احترامنا الكامل طبعا لمراكز التجميل، لكن انت بتتكلمي ان دي دراسه خدتيها مع حد دكتوره من اليابان اعتقد. دكتوره من اليابان، فانا خدت الكورس خدتي كورس للاروما ثيرابي نفسه من اليابان، وواخده كورس تركيبات كمان، واخده دبلوم عامله دبلوم التركيبات عشان نفهم الاروما ثيرابي. خدت منك وقت الدراسه دي؟ طب كتير، حوالي سنتين بتدرسي الموضوع ده، وعشان يطلع المنتج معاكي في الاخر. عشان المنتج يطلع مظبوط والنسب تبقى مظبوطه فيه، دي اهم حاجه. لان جربتي كتير بقى ندى المنتج مره واثنين ثلاثه لحد ما ظبطت معاكي النسب؟ هو المفروض اصلا ما حدش يدي حد حاجه او وصفه الا لما تتعمل تيست 6 شهور على انواع بشره مختلفه لو المنتج للبشره، والشعر نفس الحكايه. ده يعني ده الصح المفروض يتعمل، مش انا وصفه مشيت مع ندى فهطلع اقولها للناس كل الناس كلها. لا ما ينفعش، كل بشره وكل شهر ليه وصفه. عشان كده في حاجات بنقول دي مثلا للبشره الدهنيه، دي لو بشرتها حساسه ما تعملش الوصفه الفلانيه. لو وصفه فيها زيت برتقال مثلا، زيت البرتقال من الحاجات المضاده للاكسده العاليه جدا، بشره حساسه لا، فيها التهابات لا، فيها جفاف لا.
يعني لو البشره جافه لا رطبي الاول وامشي على كورس ترطيب كويس جدا الاول، وبعد كده تقدري تشتغلي على التفتيح وتحطي حاجات قويه زي زيت البرتقال او الكولاجين. في ناس بتستخدم الكولاجين حتى لو بشرتها جافه. الناس اللي بتعمل كده يا هبه هتلاقيها ايه، تقول لي انا في الشتاء بالذات تقول لي انا بحط مرطب الاقي وشي لسعني. هي مش المنتج اللي لسعك، انت جفاف بشرتك وصل لمرحله انه حتى مش قابل مرطبات. فلازم نفتح المسام دي ونعمل حاجه اسمها ترميم لحاجز البشره كويس تمام بمرطبات فقط، ما تعملش بقى سكرابات ولا اي حاجه. انا محتاجه نمشي مينيمم كده شهر انا برطب كويس. ابسط مرطب اي حد ممكن يرطب بيه زبده الشيا. انا حاسه انك انت بتحبي قوي زبده الشيا ونتائجها كويسه الحقيقه. عايزه اقول لك فيها كميه دهون يعني مشبعه، وفيها بتبني الطبقات الانسجه اللي احنا تعبناها. لا حلوه قوي. فالشعر والبشره هتلاقي زبده الشيا في من اغلب المنتجات وصفاتها. من المنتجات المهمه اللي بتدخل في جميع وصفاتك. لان هي بجد من الحاجات اللي بتبني، لان احنا طبيعه جلدنا الطبقه الخارجيه دي متكونه من طبقه من الكيراتين تمام، وشعرنا الشعرايه من بره كده يا هبه هي يعني بتتكون من ايه؟ طبقه من الكيراتين والبروتين والروابط الامينيه. الروابط الامينيه دي بتبقى عامله كده مع الحراره ومع كده بتبتدي تفك. فلما تفك الشعرايه تضعف تقصف تجعد. اللي بيبني كل الطبقات دي تاني بشكل طبيعي عنصر اساسي منها هي زبده الشيا. حلو جدا. يعني الناس اللي عندها مشاكل بشره او شعر يعني بجد تخلي في روتينها كده زبده الشيا باي شكل من الاشكال. يعني ما ينفعش بنوته معناها زبده الشيا وبالذات في الشتاء. وبالذات في الشتاء. بالذات في الشتاء بصراحه طيب مش كويس. طيب احنا كده يمكن اتكلمنا شويه عن البشره، نتكلم عن الشعر. الشعر الهايش، الشعر المقصف، الشعر يعني بتهيألي البنات في الجروبات كلها طول الوقت طبعا مشاكل الشعر، تساقط الشعر، وده يمكن يعني من الحاجات الاساسيه اللي برضه عايزه اقول لك ان احنا بقى في موسم تساقط الشعر. بالظبط. الشتاء يعني عايزه اقول للناس اصل بتقول انا مره واحده حصل لي كده، انا هو اتحسدت. ما اتحسدتيش ولا حاجه، هو الشتاء جه. اساسي الشعر دايما هو الشتاء جه زي الخريف، عارفه الشجره فبيجي لها يعني فتره كده الورق بيبتدي يقع عشان يطلع ورق جديد. المهم الورق الجديد ده لو الشجره دي انا ما بسقيهاش ومش معتنيه بيها صح كده. الورق مش هيطلع. صح كده. فالمهم جدا ان انا في السيركل بتاع دوره حياه الشعرايه لما يجي السيزون بتاع تساقط الشعر اغذي على طول، ما اسكتش. طيب. لا لازم اغذي كويس جدا واغذي البصيلات. يعني الشعر زي بنعالجه بنفس تكنيك الزرع بالظبط. الزرع فيه عارفه اقول لك ايه، عايزه نقول مثل بسيط للناس، البصل الاخضر. ايوه ده ابسط مثل. ايوه اللي تحت الشباشيب اللي تحت دي الجذور جذر الشعرايه. البصلايه نفسها دي ماشي، البصلايه نفسها دي البصيله. حلو قوي. اللي بتاخد الجذر ده بيوصل الجذر ده بيوصل للبصيله، وبعد كده البصيله بتوصل للشعرايه نفسها اللي هو البصلايه الخضراء نفسها. لو الجذر ده ضعيف مش غارس كويس مش هيوصل الغذاء كويس للبصيله نفسها، فبالتالي مش هيوصل غذاء كويس للشعرايه. الغذاء لما بيوصلش غذاء كويس ده ايه اللي بيحصل كذا حاجه. اول حاجه الشعرايه بتتقصف، الشعرايه بتجعد، طولها بيقف ماشي. ده غير ان هي ممكن طبعا بتتساقط بشكل صعب جدا. فلما باجي هغذي، عشان كده بنقف على الاسباب. ده الفرق بقى ان احنا بنقول وصفات بس او بنشوف السبب الاساسي ايه، فبنبتدي نغذي البصيله نفسها. هنقول وصفه برضه عشانك يا هبه النهارده. احنا وصفاتنا النهارده كلها كومبو. وصفه بقى هتخلي الجلد يغرس كويس جدا في فروه الراس، وده مهم جدا طبعا عشان يوصل الغذاء للشعر. تاني حاجه ان هو كمان اللي بيطول الشعر وبينبت الشعر في الاماكن اللي فيها فراغات. كويس. وصفه بسيطه جدا ببعض الزيوت البسيطه. بنستخدم زيت قرع وزيت حنه. هايل القرع. زيت القرع انا اول مره اسمع زيت القرع. هايل للشعر. انا شخصيا بحبه جدا. وزيت حنه وزيت حبه بركه، وبنستخدم معاهم زيت لبان الذكر. انا عارفه ان لبان الذكر الناس كلها فاكراه للوش بس. زيت لبان الذكر من اقوى الزيوت اللي بتساعد على غرز البصيله بشكل قوي في فروه الراس. وممكن نحط معاهم زيت جوجوبا. حلو قوي. بس وصفه كده جميله جدا، وصفه بسيطه جدا، وابسط ما فيها ان بنحط بنسب متساويه. بنسب متساويه ماشي. فابسط ما فيها، بس اهم حاجه بقى الطريقه. وفي الثلاجه
الطريقه ان انا بوزع على فروه الراس بشكل كامل واعمل مساج كويس جدا. يعني بنعمل فروقات من هنا لهنا، من هنا لهنا، يعني الراس كده نقدر نعمل فروقات حوالي 10 فروقات بحد ادنى. ماشي، عشان نوصل كل عشان في ناس تيجي يعني تقول ايه لما بتعمل حتى وصفه بتحطها على الاماكن الفاضيه بس او اللي هي شايفاها، فما بيجيبش معانا ده كويس. لا انا لازم بوزع الشعر كله على فروه الراس كلها، اعمل مساج حلو جدا. وبعد كده بنلف الشعر بستريتش المطبخ، تلبس بقى بونيه، تلبس اي حاجه وتعيش، بس ما يقعدش اقل من ساعتين. وبعد كده يتغسل بالشامبو، ودي نقطه مهمه قوي، الزيوت ما بندهنهاش على الشعر. يعني مش انا تخصصي الزيوت، بس الزيوت ما بتدهنش على الشعر. الزيت انا حاطاه ليه؟ عشان يغذي البصيله. فانا عملت له المساج بتاعه واديته وقته حلو، وقبل ما هغسله هعمل مساج تاني، بعد كده يتغسل بالشامبو كويس قوي. بس ده على فروه الشعر بس، مش على الشعر نفسه. على فروه الشعر، يعني الزيوت ما تتحطش على الشعر، على الشعرايه. الناس كلها بتحط الزيوت على الشعر، وعشان كده للاسف تقول ده انا مهتميه ومفيش نتيجه، ده انا بحط. وفي زيوت بتحرق الشعرايه زي زيت بذر الكتان وزيت الزيتون، لان بتصنف زيوت حاره. فالناس كتير قوي الناس كلها تحط زيت زيتون. انا عايزه حد بقى من اللي بيحط زيت زيتون يقول لي شعره بقى كويس. لان مع الاستخدام هو بيدي لمعه في الاول، فالناس بتنبسط قوي باللمعه بتاعه الشعر، بتاع الشعر. مع الوقت هيلاحظوا ايه؟ لون الشعر بيبتدي يبهت. ماشي، هيبتدي تلاقي الشعر بينشف، هتلاقي كميه الزيت اللي بتحطها كل شهر بتحط كميه زيت على الشعر اكتر من اللي قبله، الشعر بقى محتاج ترطيب اكتر، ده معناه انه بينشف مش بيتعالج. ايوه، النقطه دي مهمه قوي لاي بنت كمان تبقى عارفه الحاجه اللي هي بتستخدمها دي هل هي جايبه معاها نتيجه صح ومناسبه ليها ولا لا. ان انا كل شهر بلاقيني بستخدم من نفس المنتج كميات قليله او عدد مرات اقل، وبشرتي او شعري مدياني نفس النتيجه الحلوه. صح كده. كده يبقى فعلا في هيلينج. كده في هيلينج فعلا، يعني البشره او الانسجه فعلا ابتدت تتعالج، سواء بتاعه الشعر او البشره، يبقى انا ماشيه في خط مظبوط. انما لو انا كل مره بلاقيني مثلا انا برطب بمرطب معين لشعري او بدهن شعري دهان معين، في الاول بدهن 3 مرات، بعد شهر لقيتني بحتاج ادهن 4 مرات، بعديه بدهن 5 مرات والشعر برضه ناشف، كده في مشكله، انا ماشيه غلط. اوقف واشوف بقى حاجه ثانيه انسب للشعر. حلو جدا، يعني بجد نصايح مهمه جدا يا ندى، والحقيقه يمكن من المرات القليله ان احنا نسمعها بشكل علمي، فده حاجه لطيفه جدا ونتمنى ان شاء الله تكون مفيده للناس يعني. طيب خليني اقول لك الناس برضو من الحاجات بقى، طالما بنتكلم على البشره والشعر، في فتره الشتاء اغسل شعري واغسل بشرتي بميه سخنه ولا ميه دافيه ولا ميه ساقعه. طيب يعني الروتين بقى كمان المصاحب للحاجات دي عشان تجيب فعاليه. طيب انت قلتي نقطه مهمه قوي، عشان احنا ساعات بنبقى حافظين مش فاهمين. الميه السخنه غلط على البشره، تمام؟ في الصيف قلت لك اهو غلط. في الصيف كلنا عارفين انها غلط. في الصيف في الصيف. في الشتاء لا، هغسل وشي بميه سخنه. ليه بقى؟ ما هو هي قصه ان الروتين اللي انا ماشيه عليه بكل خطواته بتختلف من سيزون للتاني. انا في الصيف ما بغسلش بميه سخنه، ليه؟ لان اصلا الجو حر والجو رطوبه، فاصلا الاوعيه الدمويه متفتحه قوي في بشرتي، فمش محتاجه احط عليها كمان ميه سخنه، لا انا محتاجه اهدي. فبنستخدم ميه بارده للوش، ساعات بنعمل كمادات ميه بارده بنشا عشان تهدي الناس اللي عندها حساسيه حراره وضوء. نقول لهم ميه بارده مش تلج، ما بنحطش تلج برده على البشره عشان ممكن يعمل حساسيه. ميه ساقعه من الثلاجه بنحط عليها نشا ذره وبتعمل كمادات لبشرتها الناس اللي عندها حساسيه شمس وضوء في الصيف. بنيجي في الشتاء بقى العكس. في الشتاء احنا بنبقى لوننا شاحب من كتر السقعه. يعني الجسم بارد، فالجسم بارد، فالدوره الدمويه كلها بتحاول تروح فين؟ على الاعضاء الحيويه في الجسم. كويس. فما بتهتمش ببشرتنا قوي. كويس. صح كده؟ صح كده. ما بتهتم ببشرتنا، هي بتبقى مهتميه بالاجزاء الحيويه الاكتر في الجسم. فعشان كده لا، انا مهم لما هاجي اغسل وشي في الشتاء، لا انا هغسله بميه سخنه. طبعا بقول سخنه، مش ميه سخنه بتلسع طبعا، ميه دافيه. دافيه يعني دافيه مش ميه سخنه. على عكس الناس انت يا ندى. طب هو يعني بالمنطق احنا لو مش مشينا كله هو كله تسلسل علمي، يعني كل حاجه ليها اساس علمي. لا كويس طبعا، كل حاجه ليها اساس حاجه لطيفه يعني، فما ينفعش ان انا بعمله في كل حاجه على اطلاقها وحاجه سهله. ما فيش حاجه اللي انا هعمله في الصيف هو اللي هعمله في الشتاء وهاخد نفس النتائج، لان جسمي ميكانيزم جسمي اصلا بيختلف من الصيف للشتاء. تمام.
طيب في تعاملات بقى مع انواع الشعر المختلفه، يعني الشعر التالف، الشعر المصبوغ، الشعر المقصف، الحاجات دي كلها يعني هي كلها مشاكل الشعر، وهتلاقي بالتاكيد يعني كل حد هتلاقي عنده مشكله من المشاكل دي، يعني ما فيش حاجه اكيد. يعني حد بقى يعني كل طبعا ما العمر بيتقدم اللي بيصبغ شعره، اللي شعره بيتلف اكتر كده، يعني كل ما كان اصغر اعتقد بتبقى الدنيا الطف، يعني كل مع تقدم السن والله هو بيحصل دلوقتي مشاكل. الاصغر بيعملوا حاجات اكتر بكتير من الكبار. الاخطر بقى ان الاصغر فعلا يتجه لحاجات، بيحط حاجات ويحط بروتين وفيتامين ومش عارف ايا كان ويحط المسمى. الاسامي دي كلها، فممكن تعمل مشاكل. عايزه احذر جدا من موضوع الفرد بتاع الشعر ايا كان تحت اي انا مسمى. بقول لك اي مسمى. فهو بيفرد بماده الفورمالين، او عشان ساعات تقول لي لا انا شفت العبوه مش مكتوب عليها فورمالين. فلا، فاحنا هنقول وصفه سريعه جدا نختم بيها الحلقه بالظبط للشعر، لاي حد شعره تعبان او مقصف من كده. زبده شيا صفراء، اوكي الشيا برضه زبده شيا صفراء، احنا قلنا اساس معانا زبده شيا صفراء، وزبده جوز هند، وزيت جوجوبا، وزيت سمسم. زيت السمسم بيعادل الاي اويل، فيه نسبه فيتامين اي عاليه جدا، فبيعمل معانا ترميم للشعر. وزيت الجوجوبا كرياتين طبيعي، والشيا مع جوز الهند بيدينا بروتين طبيعي للشعر، بنعمله حمام ولازم يتغسل بالشامبو. تسلمي يا ندى، بجد تعبناكي جدا معانا، كل سنه طيبه، بنشكرك جدا، معلش وقتنا انتهى معاكي. ندى الهام شادي، خبيره الاروما ثيرابي، ونتمنى نشوفك على خير مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. كنت سعيده معاكي جدا. شكرا جدا ليكي ندى، بنشكر حضراتكم على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وهي